لكم شكون في الدوله المغربيه اللي باع المغاربه لفرنسا البارح؟ شكون اللي باع في الدوله المغربيه المغاربه والماتش ديال البارح لفرنسا؟ واش الدوله بعدا؟ واش الحكومه؟ واش الجامعه الملكيه؟ واش فوزي القجع؟ شكون اللي باع المغاربه البارح؟ شكون اللي باع حتى يظهروا بذلك المظهر وكانهم غير موجودين فوق الملأ؟ هكذا يتساءل عدد من المغاربه منذ يوم امس، كما تساءلوا ألم نخطئ حينما أبعدنا الأجراجي وجئنا بوهم، والحال أن الأجراجي صنع ملحمة قطر. هذا جوج ديال الأسئلة موضوع هذه الحلقة. قبل ما نبدأ في السؤال الأول، واش المغرب، واش الدولة ديالنا، واش القجع، واش مسؤول باعنا لفرنسا البارح وجعلنا أضحوك أمام العديان؟ قبل ما نبدا نجاوب على السؤال لابد ما نرجعوا شويه للتاريخ لانه مهم. اعطوني شي دوله من الدول الديمقراطيه عندها هذا النقاش ديال باع ظلمنا الحكام. اقوى بطوله من بين اقوى هي البطوله ديال الانجليز. واش عمركم شفتوا الانجليز دابا؟ شوفوا كيوصلوا دابا في كاس العالم. واش كتسمعوا تيقولوا باع الماتش ما باع الماتش؟ واش فرنسا كتقول باع الماتش؟ واش الالمان، بريطانيا، بلجيكا؟ لماذا الجزائر عندهم يبيعوا الشراء وظلمنا الحكام؟ لماذا المصريين؟ لماذا المغرب؟ لماذا هذا العالم التالي تولي كتنتعش فيه هذه الطريقه من التفكير؟ ما تيقبلش الانسان الحقيقه. قبل ما نمشي معكم الماتش ونوريكم ان جوج الاسباب، صدقوني يا المغاربه، انا لست بخبير في مجال كره القدم كما يحلو البعض من باب شي حاصل. انا لست متخصص، انا كمتفرج ولكن اسمعوا للملاحظات عنكم ولكم الحكم. جوج اسباب هما اللي خلاونا نخرجوا من فرنسا، جوج لا ثالث لهما. كاينش بزاف. قالوا شي دوك جوج، خلينا عاوتاني نكونوا موضوعيين. مع من لعبنا البارح؟ مع من لعبنا مع الفريق الاول في الترتيب العالمي، هذا الاول. هذه لعبنا مع الاول. ايوا المنطق لعبتي مع الاول يغلبك لانه هو الاول، انت السادس. هذا لا لوجيك بعدا. بغيتي المعجزه هي السادس غلب الاول، اما طبيعي هو الاول غلب السادس. التاريخ لمن؟ شحال دابا فرنسا من كاس العالم؟ فرنسا لعبت مباراه رسميه في 1904 ضد بلجيكا، خرجت 3-3. ولعبت اول كاس العالم اعتقد 1930 اذا ما خانتنيش الذاكره. 1930 اذا ما خانتنيش الذاكره. ودات كاس العالم ديال 1998 ودات كاس العالم ديال 2018 وكانت وصيف ديال كاس العالم وخرجت غير ركله ترجيحيه مناسبتين ضد ايطاليا. وهذيك غير ذاك الخطا اللي كان وقع الى تعقلوا ديال زيدان شنو وقع له تما 2006، ثم ركله ترجيحيه ضد الارجنتين في 2022. اذا لاحظ معايا ضرب لك جوج كاس العالم وجوج مرات هو الوصيف. كاس افريقيا عفوا كاس اوروبا ضربها بال 2000 وضربها في 1984 مع بلاتيني. وضرب ونسيت كاس العالم كان هو الثالث 58 مع فونتين، كان في 58 وكذلك كان هو الثالث من غير 58 كان في 86